بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم الغريبة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. نعاير بالمج بتاع الشاي. الكوباية اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها السمنة والسكر. 8 كوبايات دقيق، دي متعدد الأغراض. الدقيق نخلته كويس. 8 كوبايات دقيق، نصهم 4 كوبايات سمنة ساقعة، ونص السمنة كوبايتين سكر بودر. يبقى 8 كوبايات دقيق، 4 كوبايات سمنة، كوبايتين سكر بودر، 4 معالق كاكاو خام. الكاكاو نخلته كويس علشان ما يكونش فيه تكتلات. بياض بيضة، ذرة ملح، كيس فانيليا بودر، وعندي مكسرات لوز وبندق وسوداني وزبيب، وغطا ازازة وكيس. السمنة تكون ماسكة نفسها. نحطها في التلاجة 10 دقايق. في بولة فاضية نحط السمنة ونضرب بالمضرب الكهربي لغاية السمنة لونها ما يفتح. السمنة لونها افتح بقى ابيض. نحط كوبايتين السكر البودر ونقلبهم مع السمنة بالمعلقة، وبعدين نضربهم بالمضرب الكهربي. نحط بياض البيضة ونستمر في الضرب. ننزل اللي في الجناب بتاعة البولة ونحط كيس فانيليا ونضرب بالمضرب الكهربي. نستمر في الضرب لغاية ما يبقى قوام كريمي فاتح. لو ما عندكيش مضرب كهربي اشتغلي بالمضرب اليدوي او بايدك لغاية القوام ما يفتح. خلاص كده القوام لونه بقى فاتح. نحط ذرة الملح على الدقيق ونقلبهم. الملح بيظبط الطعم. هناخد من الدقيق 4 معالق كبار نركنهم على جنب. نقلب الدقيق لغاية ما يختفي. العجينة لسه محتاجة دقيق. هناخد جزء من العجين نركنه على جنب علشان هنضيف عليه كاكاو، وبقية العجينة هنضيف عليها معلقتين كبار دقيق. خلاص كده لميت العجينة اخدت 4 معالق دقيق، الدقيق اللي كنت ركناه على جنب. لميت العجينة ما شاء الله، العجينة ما فيهاش اي تشققات. نغطيها بكيس ونحطها في التلاجة 10 دقايق، وبعدين نخرجها من التلاجة علشان نشكلها. ناخد الجزء التاني بتاع العجين اللي كنت ركناه، نضيف عليه 4 معالق كبار كاكاو. بننخل الكاكاو علشان ما يكونش فيه تكتلات. بعجنها لغاية العجينة ما تشرب الكاكاو. لميت العجينة اللي بالكاكاو ما فيهاش اي تشققات. نغطيها ونحطها في التلاجة 10 دقايق. دلوقتي نشكل العجين. هنقطع جزء من العجين كرات صغيرة. هنحتاج غطا ازازة وكيس استرتش علشان عايزة الغريبة قد بعضها. ناخد قطعة ونحطها في غطا الازازة ونشيل العجين الزيادة ننزلها من الغطا. بتنزل بسهولة. انا دلوقتي شغلت الفرن على درجة حرارة 160. ناخد قطعة ونحطها في غطا الازازة ونشيل العجين الزيادة ننزلها من الغطا. بتنزل بسهولة. ناخد كرة صغيرة ونلفها بين كفوف ايدي ونرصها على الصاج، ونسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. باخد كرة صغيرة ونضغط عليها بايدي ونلفها بين كفوف ايدي ونرصها على الصاج. شكلت الصاج كله. نزين بالمكسرات. نحط نص واحدة من البندق ونضغط عليها ضغطة خفيفة ونزين بالبندق واللوز. ممكن تزيني بالمكسرات او تسيبيها سادة. خلاص كده خلصت اول صاج. الفرن لازم يكون سخن
قبل ما تحط الغريبة ندخلها فرن سابق التسخين على الشبكة اللي في النص، درجة حرارة 160. مدة التسوية من 10 دقايق ل 12 دقيقة. اختبري واحدة قبل ما تدخلي الصاج في الفرن، لو لقيتيها فرشت في الفرن يبقى العجينة محتاجة معلقة دقيق، لو شققت منك يبقى العجينة محتاجة تتعجن كويس. عملت الصاج التاني بنفس الطريقة، وبزينه بالكريز الأخضر والأحمر. ده بيكون شكله. ندخله الفرن على الشبكة اللي في النص، درجة حرارة 160. مدة التسوية من 10 دقايق ل 12 دقيقة. بعد ما تطلعيه من الفرن سيبيه في الهواء يبرد كويس، وبعد الغريبة ما تبرد طلعيها من الصاج. هنعمل أشكال مختلفة، هنعمل كور صغيرة من العجينة البيضة، وهنعمل كور صغيرة من العجينة اللي بالكاكاو، ونحط على كف ايدي 3 كور من العجينة البيضة و3 كور من العجينة اللي بالكاكاو، ونلفها بين كفوف ايدي ونضغط عليها ضغطة بسيطة بتديني الشكل الجميل ده. هنعمل معاكم واحدة كمان. باخد 3 كور من العجينة البيضة و3 كور من العجينة اللي بالكاكاو ونلفها بين كفوف ايدي ونضغط عليها ضغطة بسيطة بتديني الشكل الجميل ده. هنعمل معاكم شكل تاني. باخد كرة من العجينة البيضة ونلفها بايدي ونحط عليها كرة صغيرة من العجينة اللي بالكاكاو ونفردها بصباعي بتديني الشكل الجميل ده. خلصت الصاج نحطه في الفرن، وبقية العجين عملته بنفس الطريقة وزينته بالزبيب والسوداني. الغريبة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. من اسهل انواع الحلويات. الغريبة ناعمة ودايبة دوب ما شاء الله، طعمها جميل قوي. جربيها ان شاء الله هتعجبكم. الغريبة طعمها حلو وشكلها جميل، سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. انا كاتبه المقادير في صندوق الوصف. يا رب يعجبكم. كنتم مع بسبس كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.